السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لحضراتكم بفيديو جديد على قناتنا المتواضعة والجديد شديد عند اخونا ابو عمر. هتقدم لنا ايه النهارده يا ابو عمر؟ هتتحفنا بايه النهارده يا ابو عمر؟ النهارده معانا ومعاكم من عند الحمام، وهنتكلم عن حاجتين مهمين جدا 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 للحمام. طيب هنتكلم النهارده عن ايه؟ خليكم معانا عشان تشوفوا على الطبيعة. تعالى بسم الله، تعالى هنا اتفرجوا يا جماعة. بسم الله ما شاء الله على الحمام وهو بياكل، اللهم بارك. طيب ايه هما الاتنين دول يا جماعة؟ اللي يعرف الحاجتين دول يكتب لي في التعليقات قبل ما اشرح بسرعة، ينزل في التعليقات ويكتب لي ايه هما الحاجتين دول يا جماعة. تمام؟ هنتكلم النهاردة معانا ومعاكم يا جماعة عن حبة البركة، اي الحبة السوداء اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام، أي إلا الموت، ما بتشفيش الموت. تمام؟ وكمان معاها إيه يا جماعة؟ الكزبرة الناشفة، حبة البركة والكزبرة الناشفة. هنمسك حاجة حاجة ونتكلم عنها بالتفصيل. خليكم معانا ما تروحوش بعيد، وهنشوف هنقدمها للحمام إزاي. خليكم معانا. زي ما انتم شايفين يا جماعة هنقدمها النهاردة حبوب للحمام على جوع يا جماعة. خليكم معانا ونشوف المنظر، الحمام هياكلها ولا مش هياكلها. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. وهنا بعد ما حطيناها في الاكاله وشايفين الحمام وهو بيقبل عليها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا في حمام مستغربها ولكن هياكلها ليه؟ علشان خاطر هو جعان. ولكن خليني اقول لحضرتك، لو انت اول مره بتزور قناتي على منصه اليوتيوب انزل واشترك في القناه علشان يوصلك منا كل جديد. ولو حضرتك مشترك، اخي الكريم اختي الفاضله، ولو حضراتكم مشتركين منتظرين ايه؟ دعما لاخوكم ابو عمر، اللايك الجميل منكم علشان الفيديو يرتفع وينتشر في كل مكان، وتكون حضرتك او حضرتك سبب في نشر اي معلومه، وتكون سبب ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الدل على الخير كمثل فاعله. ولا تنسوا يا جماعه قناه مع القرآن، هذه القناه صدقه جاريه لوجه الله الكريم، لا ابتغي منها اي اجر غير اجر الله عز وجل. انا يا جماعه بشتغل عليها ابتغاء مرضات الله، بنزل فيها فيديوهات. تمام؟ وحضراتكم كمان بتشاركوا فيها، ولكن بتشارك فيها ابتغاء مرضات الله، مش عشان خاطر ابو عمر. صحح النية وحضرتك بتشترك في هذه القناة وبتدعم هذه القناة، قناة مع القرآن صدقة جارية، اسم القناة كده. وانت بتدعم القناة دي قول يا جماعة انا بدعمها لوجه الله الكريم، صدقة عني، عن اهل بيتي، عن اولادي، عن ابي، عن امي، بعد عمر طويل، ان كانوا احياء وان كانوا اموات، صدقة جارية عنهم إلى يوم القيامة. وبأمر الله يا جماعة هسيب لكم لينك قناة مع القرآن في أول تعليق مثبت، علشان خاطر اللي مش عارف يوصل للقناة يوصل لها بكل سهولة. عايز حضرتك تدعم القناة عن طريق خاصية السوبر شات، عن طريق الانتساب للقناة، أو إنك حضرتك تشير جميع فيديوهات القناة لكل أصدقائك في كل مكان، تكون سبب لك يوم القيامة في دخولك الجنة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله في الفيديو. الكزبرة الناشفة يا جماعة هي نبات عشبي، نبات عشبي بتفيد الحمام في حاجات كتيرة جدا. هنذكر منها على سبيل المثال يا جماعة ان هي بتعطي للحمام سعرة حرارية قوية جدا. طيب السعرة الحرارية دي بتفيد الحمام في ايه؟ في فصل الشتاء يا جماعة بيكون البرد القارس، بيحتاج الحمام الدفء، فهي السعرات الحرارية بتخلي عند الحمام جسمه سخن وجسمه حامي وجسمه دافي، فبتخليه تحميه من البرد الشديد. تمام؟ مش كده وبس، لا وكمان يا جماعة الكزبرة الناشفة فيها بروتين وكربوهيدرات وألياف وزيوت طيارة. لا وكمان يا جماعة الكزبرة الناشفة فيها زيوت دهنية مفيدة جدا لتقوية وتنشيط الجهاز المناعي عند الحمام. مش كده وبس، لا وكمان الكزبرة الناشفة يا جماعة بتساعد على عملية الهضم. يعني ايه الكلام ده يا ابو عمر؟ يعني بتخلي الحمام يهضم بشكل طبيعي. وكمان الكزبرة الناشفة منشط قوي جدا للكبد عند الحمام، سواء كان الحمام كسلان او كمشان او بطيء في الحركة بتاعته. وايه كمان يا ابو عمر؟ شوقتنا، الله الله. وكمان يا جماعة الكزبرة الناشفة بتساعد على امتصاص الحديد في جسم الحمام، وخاصة فترة القلش. مش كده وبس، لا وكمان يا جماعة الكزبرة الناشفة بتعالج سالمونيلا المفاصل. الناس اللي بتشتكي ان الزغاليل كلها عندها المفاصل بتاعتها تعبانة، بتعالج سالمونيلا المفاصل عند الحمام وعند الزغاليل. تمام؟ يعني الكزبرة الناشفة يا جماعة فيها فوائد كتير لا حصر لها. خلينا عشان الفيديو ما يطولش بينا، خلينا نخش على حبة البركة. اما بقى عن فوائد حبة البركة فحدث ولا حرج،
فحبة البركة يا جماعة بتنشط الجهاز المناعي عند الحمام. وحبة البركة يا جماعة هي بذور عشبية ولها اسم تاني وهو الحبة السوداء، كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء لكل داء، بتشفي جميع الأمراض إلا حاجة واحدة بس، إلا السام، أي إلا الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعلومة ليكم يا جماعة، كل ما هو ينفع الإنسان فهو ينفع الحمام، ولكن بجرعة أطفال، كأنك بتعطي لابنك أو بنتك دواء جرعة الأطفال. تمام؟ يعني كل ما هو ينفع للإنسان. انت حضرتك بتحب تشرب المية نظيفة، الحمام كمان بيحب المية نظيفة. حضرتك بتحب تقعد في مكان نظيف وريحته كويسة، الحمام هكذا بيحب المكان ريحته نظيفة وبيحب المكان نظيف. برضو انت حضرتك بتستفيد بالأعشاب، برضو الحمام بيستفيد بيها، ولكن جرعة بتختلف منك للحمام. تمام؟ وكمان يا جماعة حبة البركة بتساعد في تطهير الجهاز الهضمي وقتل الديدان اللي موجودة في أمعاء الحمام. وكمان حبة البركة بتزيد في حيوية ونشاط وقوة الحمام. مش كده وبس، لا، وكمان يا جماعة حبة البركة بتساعد في تنشيط هرمونات الحمام، فبالتالي حبة البركة بتزود من خصوبة الحمام، فبالتالي هتزود انتاج الحمام، هتخلي عندك انتاج غزير جدا. وكمان حبة البركة بتساعد في تقليل من عسر الهضم وزيادة معدل الهضم عند الحمام. وانتوا بتتفرجوا يا جماعة قولوا بسم الله ما شاء الله، قولوا اللهم بارك. اتفرج على حتة انتيكة، حتة جوهرة، الحمام الكشك البنيدي وهو بيأكل الزغاليل عياله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شكل جميل جدا، حاجة تشرح الصدر. اللهم بارك. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أحلمك. شايفين قدرة الخالق؟ الأم أو الأب بيمد بقه بنفس الطريقة دي اللي انتوا شايفينها، وبيلقط عظمية الزغلول علشان خاطر يأكله. سبحان ربي العظيم. قولوا ما شاء الله، قولوا اللهم بارك. من رأى شيئا يعجبه فليبرك عليه، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. حد يسأل ويقول لي طب انا هقدم حبة البركة والكزبرة الناشفة ازاي للحمام؟ حضرتك ليك طريقة من الاتنين، يا اما تقدمها كمية للحمام يشربها على عطش، يا اما تقدمها حبوب برضو على جوع للحمام. خليني اقول لحضرتك، لو انت هتقدم حبة البركة والكزبرة الناشفة للحمام كمية هتقدمها ازاي؟ اول شيء كمية لازم يكون على عطش، علشان لو هو قرفان من المية لما يشوف حبة البركة ويشوف الكزبرة الناشفة في المية طبعا هيقرف، فبالتالي لما يكون عطشان هيشربها غصب عنه. طيب المقادير ازاي؟ شوف حضرتك بتقدم كام لتر من المية للحمام يوميا. مقدار كل لتر من المية مقدار ملعقة طعام كبيرة من حبة البركة، وبرضو مقدار ملعقة طعام كبيرة من الكزبرة الناشفة. هتحطهم على مية بتغلي، يعني انت حضرتك هتحط الوعاء في مقدار المية اللي انت عايزها، وليكن مثلا لتر من المية، هتسيبه يغلي 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 يغلي، وبعدين تطفي النار وتقوم ساقط معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة وملعقة كبيرة من حبة البركة. طب ليه ما خليناش تغلي؟ علشان الزيوت الطيارة يا جماعة، علشان الزيوت الطيارة دي الطريقة الصحيحة. حضرتك تغلي المية وبعدين تطفيها وبعدين تسقط الملعقتين من حبة البركة والكزبرة الناشفة، وبعدين حضرتك تغطي الإناء أو تغطي الوعاء وتتركها 10 دقايق تنقع. وبعد كده لما تعري الغطا هتلاقي فيه نقط في قلب الغطا. النقط دي يا جماعة من المية لازم تنزلوها تاني بصباعك كده، تنزلها تاني في قلب حبة البركة في قلب المية، علشان دي زيوت الطيارة علشان يستفيد بيها الحمام. تمام؟ وبعدين حضرتك بتسقي بيها الحمام على عطش. تمام؟ طيب لو انا هقدمها حبوب اقدمها ازاي؟ حضرتك ليك طريقة من الاتنين، يا اما تعمل زي ما انا عملت في بداية الفيديو، الحمام عندي واخد عليها مفيش اي مشكلة خالص، بحطها له في قبل الاكل، بحطها له قبل الاكل في الاكالة. تمام؟ ملعقة كبيرة من حباية البركة وملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، واسيبه ياكلهم، وبعد ما ياكلهم اقوم حاطط له الكلفة. طب نفترض انت بتحطها والحمام مش بياكلها، تعمل ايه؟ تقوم مقلبها في قلب الكلفة فيتخدع الحمام فياكلها. تمام؟ طيب نقدمها كم مرة؟ سواء في المية، سواء مية هتقدمها كمية، سواء هتقدمها حبوب مرة واحدة في الاسبوع، يعني 4 مرات في الشهر. وده يا جماعة كان فيديو النهاردة، اتمنى ينول اعجابكم، ولو عجب حضراتكم محتوى القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة علشان يوصلكم منا كل جديد. ولو عجب حضراتكم محتوى الفيديو النهاردة
لا تنسوا اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو وينتشر في كل مكان. دعما لاخوكم ابو عمر، دعما لاخوكم ابو عمر. اللايك الجميل منكم علشان يرتفع الفيديو وتكون سبب في نشر اي معلومة وتؤجر على ذلك. ولا تنسوا يا جماعة قناة مع القرآن، هذه القناة صدقة جارية لوجه الله الكريم. هحط لكم ان شاء الله اللينك في اول تعليق مثبت. هذه القناة صدقة جارية عني، عن اهل بيتي، عن امي، عن ابوي، عن اخواتي، عن كل حبايبي. وبرضه حضرتك لما تشارك فيها قول مشاركتي في هذه القناة مش عشان خاطر ابو عمر، ابتغاء مرضات الله عنك، عن اهل بيتك، عن والدك، عن والدتك، سواء كانوا احياء او اموات. اسأل الله ان يمد في اعماركم وان يحفظ لكم كل احياءكم وان يرحم امواتكم. نحمل الخير للجميع، نتمنى الخير للجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.